بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهارده كنا محتارين كده على الغدا، فكنا جايبين نابت كده من السوق. ده الفول النابت اهوت. فانا خدته كده غسلته. طبعا هو مش بيتنقع ولا بيتبل ولا حاجه، انت بتجيبيه بتغسليه كده بالميه وتنضفيه كده. ولو في حبايه كده مش كويسه ولا حاجه بتشيليها وتنقيها، وبعدين تشطفيه حلو بالميه وتحطي عليه ميه وتشيليه تحطيه على البوتاجاز يتسلق. كده بقى كنا غسلناه وحطيناه على البوتاجاز يتسلق. فقلنا بقى نعمل الصلصة بتاعته. طبعا اللي هننزل فيها النبت بتاعنا الجميل ده. على فكرة أكلة النبت دي جميلة جدا وهتعجبكم بإذن الله. جربوها على طريقتي هتحبوها جدا، وطعمها جميل وبتبقى حلوة قوي في الشتاء. شوربة النبت دي شوربتها جميلة جدا ومغذية جدا وحلوة قوي. في الشتاء بتتحب في الشتاء على فكرة عن الصيف. كده بقى كنت خرطت بصلية حلوة كده ونزلت عليها بمعلقتين 3 زيت كده اهي. صفرنا البصلة بتاعتنا كده خليناها لونها ذهبي كده وجميلة. وحطينا عليها كده طماطم. حطينا بقى عليها بقى كده الطماطم بتاعتنا. كنا ضاربينها طبعا كده ومصفيينها. هنقلبها كويس كده وهنسويها علشان ننزل عليها بقى بالنبت بتاعنا الجميل ده اللي احنا سلقناه كده. النبت اهوت بوريهولكم وهو بيتسلق. على فكرة مش بيغيب في السلق ولا حاجة، طريقة سهلة جدا وأكلة جميلة جدا. وكل حبايبي اللي طبعا مش بيعملوها جربوها وتعجبكم بإذن الله. كده بقى كنا نزلنا معلقة كده من التوابل بتاعتنا. أي توابل عندك انت بتحبيها وبتفضليها حطها على التخديعة. كده بقى كنا عملنا التخديعة اهيت وسبكناها كده وسويناها. ما شاء الله عليها كانت استوت. بس طبعا البخار بيطلع على الكاميرا بيخليها طبعا ما انتش شايفة حاجة منها. خلاص التخديعة استوت والفول بتاعنا كده اتسلق اهوت. ما شاء الله عليه استوى خالص وطاب وبقى جميل. هناخده كده بقى بوريهولكم كده وبوريكم الشوربة بتاعته الجميلة ديت بتبقى لذيذة جدا في الأكل. ما تبقيش تشيلي من عليه الشوربة. شوفوا بوريكم الحباية اهيت ان هي استوت. انت بتشيلي حباية منها كده وبتكسريها بالمعلقة بتلاقيها استوت معاكي على طول، مش بتغيب في السوا. كده بقى هاخدها كده بالمية بتاعتها الشوربة وهنزل بيها على التخديع. ما تبقيش ترمي شوربة النبت دي لانها مفيدة جدا. انت بتحطيها في مية نظيفة وحلوة، ان انت تكوني غسلاه وشطفاه كويس علشان هتستعملي المية بتاعت النبت ديت. هتحطيها بميتها النبت بالمية بتاعته على التخديعة، وهتزوديه بقى مية على قد ما انت عايزة وهتسويه كويس تاني. شوية كده على النار هيطلع معاكي بالطريقة الجميلة ديت. وتحط له الملح بتاعه كده وتظبطيه. شوفوا النبت بتاعنا كان طعمه تحفة وريحته تحفة واكلة جميلة جدا وهتعجبك بإذن الله. جربها على طريقتي، ولو اول مرة تشوفي قناتي يشرفني ان انت تكوني معايا فيها وتحط لي اللايك كده والاشتراك وتقولي لي ايه رأيكم في النابت. اشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا، وجربوا النابت وقولوا لي ايه رأيكم فيه. يا رب الفيديو يعجبكم.